يلا فيديو جديد. هنعمل النهارده اللحمه بتتبيله حلوه قوي. مكونات بسيطه خالص هتعمليها هتطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده، من غير تسبيكه ومن غير اي حاجه. هنعملوها بالبصل بطريقه حلوه، طعم وريحه حاجه كده تحفه. لو انت سهرانه وعاوزه تعمليها مش هتاخد منك ثواني. في ايام العيد عايزين نخلص بسرعه وما ناخدش وقت في المطبخ ونطلع على طول. طريقه اللحمه دي سهله وهتطلع ان شاء الله بنتيجه كويسه. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتسيبي لي كومنت حلو منك. هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندك قطعيه لحمه على بعضها بيكون احسن طبعا. انا عندي هنا في القطعه اللي معايا عندي قطعيه على بعضها اللي هي دي، والقطعه التانية يعني فيها عظم هسلقها لوحدها. فانتي شوفي القطعه اللي عندك، شوفي نساير اللحمه جايه ازاي. القطعه اللي عندي لو تاخدوا بالكم هنا جايه بالطول كلها، فبقطع هنا العكس، بقطع عكس النساير. المقص بيكون حلو قوي، بيقطع لك التقطيعه اللي انت عاوزاها. فانت قطعيها بالسكينه لو السكينه عندك حاميه. مش حاميه بعد ما تقطعيها زي ما بقطعها بالمقص كده ابدأي قطعي عكس كمان النساير. القطعه اللي بقطعها شريحه دي بقطعها عكس كمان علشان بتستوي بسرعه، وكمان بيكون طعمها حلو وانت بتاكليها. هي التقطيعه دي كده بالظبط، يعني خليها سميكه شويه عن الشاورما. طيب انا معايا كيلو كده من اللحمه، هتحطي قصادها كيلو من البصل. كيلو من البصل، كيلو من البصل. وانت عارفه لو اكتر كمان هتحطي، كل ما بتحطي عليها بيعمل صوص حلو كده، بيكون طعمها حلو. يعني البصل اللي بيخلي طعمها كمان حلو. مش بحط عليها طماطم، هما طماطمتين بس علشان اللون. ممكن انت كمان ما تحطيش طماطم خالص. شايفين التقطيعه دي مظبوطه قوي. يلا بينا كده حله على النار وهنحطوها من غير اي اقدام. مش هحط اقدام فيها خالص، وهنزل باللحمه بتاعتي فيها على نار عاليه. المهم ان انت تخلي النار بتاعتك تكون عاليه. اول ما سخنت نزلت باللحمه. شايفين كده الميه اللي نزلت منها ما نزلش منها سوائل كتير علشان على نار عاليه. هقلبها، عاوزاها تاخد صدمه من على كل، يعني كل اللحمه كل قطعه موجوده تاخد صدمه وتاخد اللون اللي انت شايفينه ده. هقلب، ما تستعجليش خالص، على نار عاليه ما توطيش خالص. الحركة اللي بنعملوها دي ما بيخليش في اللحمة ريم ولا اي حاجة. هتشوفيها دلوقتي ولا ريم ولا اي حاجة، واللون بتاعها جميل زي ما انتوا شايفينه. شايفين كده بنشفها خالص، وكمان لدرجة ان ممكن تاخد لون، يعني وانتي بتقلبيها بتاخد لون. ما تقلقيش من اي حاجة. معايا كيلو من البصل زي ما قلت لكم، هقطعه بقى. تقطعي جوانح، تقطعي شرايح زي ما بتقطعيه. المهم تكون يعني جوانح رقيقة خالص زي ما بقطعها كده بالظبط. هقطعها كلها على البلانشه كده. شايفين رقيقه ازاي؟ هخلص كل الكميه دي وهنزل بيها على اللحمه. اللحمه كده موطيه عليها يعني النار خالص، عاوزاها تاخد لون كمان. كل ما بتشوحيها كويس وتاخد لون بتديكي نتيجه افضل. خلصت كل الكميه كده. البصل اللي سايباه ده قلت لكم عامله جزء في الشوربه هحطه. البصل الصغير ده في الشوربه بحبه قوي، بيكون طعمه حلو. حطيت فلفل اسمر. هنزل بعد كده، شايفين اخدت لون ازاي؟ بنزل بعد كده بالبصل. تحسي ان الكميه كتير لكن مش كتير ولا حاجه. انت مجرد ما هتقلبيها 10 دقايق كل ده يعني كل ده هتلاقيه في ربع القاع بتاع الحله. دلوقتي البهارات اللي هحطها دلوقتي هتودي الريحه والطعم في حته تانية. هتقولي طباخ اللي شغال وبيعمل الاكل. فعلا يعني حاجات بسيطه بس بتدي طعم وبتدي ريحه حلوه قوي. هحط ورق لوري، حبهان ومستكه وقرفه. العيدان القرفه دي هتخليها خطيره. لو عندك بقى جوز الطيب هتبشري بشرتين عليه. للاسف ما كانش عندي جوز الطيب، لكن بيفرق، يعني بيفرق فعلا في الطعم. شايفين كده؟ يعني عودين صغيرين من السيجار بتاع القرفه. هقلبهم وهنزل بعد كده بطماطمتين اتنين، يعني مش اكتر من 2 طماطم. ممكن ما تحطيش طماطم، ده الطماطم دي اختياري. هي بتبقى من غير طماطم خالص، لكن بحب احط عليها طماطمتين اتنين، بتدي لون وبتدي طعم كمان حلو. هقلبها وهوطي عليها النار. ما تخليش النار هنا بقى عاليه قوي علشان ما تتلسعش منك. هوطي النار وبعد كده يعني ما تخليش النار واطيه قوي، وهغطي عليها وهسيبها. اول ما الاقي الطماطم خلاص اتسبكت ونزلت، لان الطماطم عندنا بتنزل ميه شويه، هرجع بعد كده ازود لها بقى نص كوبايه ميه بنص كوبايه ميه. بس اهم حاجه تكون الميه سخنه.
بالظبط كده. لان مش عارفه اللحمه هنا هتاخد سوا كتير ولا مش هتاخد سوا كتير، فانتي حطي زي ما بحط كده نص كوبايه بنص كوبايه وقلبيها وشوفيها، لو احتاجت منك تاني هتزوديها تاني. معايا بقى فلفل، عندك فلفل الوان، الفلفل الالوان بيخلي طعمها حلو، يعني لو عندك حطي فلفل الوان. عندي الفلفل الطويل ده هو يعني كمان يعني بحس ان هو زي الالوان بيديني نفس النتيجه، بيكون طعمه حلو. لكن الفلفل الكوب الاخضر ده ما مش بفضله في اي حاجه ان انتوا تحطيه. هقطعه زي ما انتوا شايفين كده، شايفين هنا بعد ما استوت انا زودتها كذا مره ميه، يعني انا حطيت عليها يعتبر كده كوبايتين ونص من الميه. اللحمه هنا حسيت ان هي استوت خلاص كده بقت زي الفل. هنزل بالملح، احنا ما حطيناش الملح في الاول خالص، بسيبه لحد ما تستوي وهنزل بالفلفل. يعني بعملها معامله الكبده، شوفي الفلفل مش بحبه مهري هنا كمان، يعني انا قدامي 10 دقايق وهطفي. الفلفل دقته لقيته مش حراق فجبت هريسه شطه وهحط حته كده، ده اختياري، لكن فعلا الفلفل الحراق بيديها طعم. هي الاكله دي لازم تكون مشطشطه كده وانت بتاكليها. خلاص كده هسيبها 10 دقايق، الميه كده بقت مظبوطه. خلي فيها صوص كده، الصوص ده اللي بيكون طعمه حلو قوي. شوفي شكلها بعد ما طفيت عليها، الفلفل مستوي لكن مش مهري. ما تحطيش الفلفل في الاول خالص، والبصل كمان شفت زي ما قلت لكم هتلاقوهم كده حبه في القاع بتاع الحله. كانت جميله قوي. دخلت المطبخ يعني في ثواني وطلعت. في اجازه العيد بتبقي عايزه تدخلي المطبخ تعملي حاجه على طول وتطلعي، ما تاخديش وقت كتير. وده كان شكلها كانت جميله قوي، جربيها ان شاء الله هتعجبك. ما احتاجتش جنبها غير بطاطس محمره وطبق سلطه والزيتون الحلو قوي اللي كنا عاملينه. يعني شايفه اللون اصفر ازاي، محافظ على لونه وعلى طعمه من السنه اللي فاتت لما كنت عاملاه معاكم على القناه. طعمه فعلا حلو. الوصفه بتاعت الزيتون دي جميله قوي، جربيها ان شاء الله. لو جربتيها هتفضلي تعملي كده على طول. شايفين اللون بقى، لونها جميل. الطماطم ما حطيناش كتير لكن عطيتها لون وعطيتها طعم حلو. يلا كده لو عندك قطعة لحمة في الفريزر طلعيها وجربيها على طول. سيبيها تفك شوية، لكن يعني خليها جامدة شوية وانت بتقطعيها. كل ما بيكون فيها نسبة تلج بتعرفي تقطعيها وتشكليها زي ما انت عاوزة. ودي كانت السفرة بتاعتنا، كانت بسيطة وكانت سهلة. وقد ايه اللحمة كانت دايبة، يعني خلي اللحمة تستوي كويس علشان يعرفوا كمان ياكلوها. جربيها، ولو ولادك ما بياكلوش اللحمة او بيحيروكي صدقيني هياكلوها بالطريقة دي. ممكن تعملي كمان جنبها مكرونه، لكن هي بيكون طعمها حلو قوي بالبطاطس المحمره والعيش، مش اكتر من كده. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم واكون قدرت اوصل لكم ولو معلومه بسيطه. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.